من فترة كنت نزلت لكم فيديو عن المينوكسيديل، قلت لكم ان انا بقالي 8 سنين بستخدم المينوكسيديل. اوكي، ومن ساعة الفيديو ده وانا بيجيلي كمية اسئلة مش طبيعية من الناس، سواء يا اما مش مصدقين اصلا ان انا بستخدم المينوكسيديل بقالي 8 سنين او اوريدي 9 سنين، يا اما ناس الدكتورة او الدكتور كتبت لهم المينوكسيديل وخايفين ياخدوا القرار بتاع المينوكسيديل لا لان احنا اوريدي المفروض نمشي عليه مدى الحياة، يا اما ناس اصلا ما تعرفش المينوكسيديل، يا اما ناس بتسأل نستخدم المينوكسيديل للحواجب. كميه اسئله كتيره جدا منكم من المينوكسيديل. اوكي، فانا هجاوبكم على كل حاجه حرفيا للمينوكسيديل. اوكي، كمان هقول لكم الروتين بتاعي بتاع شعري معاه، لان انا اكيد في يوم من الايام هضطر ان انا استخدم او اوقف المينوكسيديل. اوكي، فانا مش عايزه شعري ينهار، لان مثلا ممكن يحصل حمل رضاعه اي حاجه، فلما اجي اوقفه مش عايزه شعري ينهار. فبعمل ايه علشان شعري ما يعتمدش اعتماد كلي على المينوكسيديل؟ اوكي، هقول لكم كل حاجه في الروتين بتاعي، هقول لكم الاسئله بتاعتكم، هجاوبكم على كل حاجه حرفيا. اوكي، بس خلينا قبل ما نبتدي الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفنيش انا سيام فؤاد، بحب اعمل فيديوز عن السكين كير والهير كير والسيلف امبروفمنت والرياضه وكل الحاجات دي حرفيا. المهم خلينا نبدا الفيديو على طول. اول حاجه، ايه هو المينوكسيديل للناس اللي ما تعرفش اصلا ايه هو المينوكسيديل؟ المينوكسيديل ده ماده فعاله او ماده كيميائيه بتستخدم لانبات الشعر، ابروفد من الاف دي اي. اوكي، بتستخدم في الصلع الوراثي، حالات الصلع الوراثي بتقدر تعيد انها تنبت الشعر من اول وجديد. اوكي، يعني لو عندك فراغات في الشعر اي حاجه كده بتستخدمي المينوكسيديل بتلاقي ان الشعر بتاعك بدا يطلع من اول وجديد. بس عندها سايد افكت كده وحش جدا، الناس مش بتحبه عشان السايد افكت ده. ايه هو؟ ان انا وانس ان انا وقفت المينوكسيديل ان كل الشعر اللي طلع ده هيبتدي يتساقط تاني، فاحنا مضطرين ان احنا نمشي عليه مدى الحياه. اوكي، هي دي في كل فكره المينوكسيديل. انا بعمل ايه لشعري علشان شعري ما يعتمدش على اعتماد كلي على المينوكسيديل؟ اوكي، بستخدم لشعري زيوت طبيعيه، هقول لكم الزيوت الطبيعيه اللي انا بستخدمها لشعري. بستخدم لشعري فيتامينز. اوكي، هقول لكم كل حاجه حرفيا. طيب في ناس بتقول ان المينوكسيديل بينشف لها شعرها، تستخدم ايه لشعرها؟ فانا هجاوب على كل الاسئله دي النهارده. نبتدي باول حاجه، الزيوت الطبيعيه. في ناس بتحب الزيوت الطبيعيه وفي ناس ما بتحبهاش، ولما جيت جربت الزيوت الطبيعيه لقيت ان شعرها عمال يتساقط زياده. فانا هقول لكم النهارده الطريقه اللي المفروض تستخدموا بيها الزيوت الطبيعيه عشان ما يحصلش تساقط في الشعر زياده، وايه هي الزيوت اللي انا بستخدمها علشان انبت الشعر كمان. اول حاجه انا بستخدم الزيت بتاع فوليكل بوستر من رو افريكان. اوكي، انا هسيب لكم صوره كل حاجه هنا. انا بستخدم الزيت ده فوليكل بوستر من رو افريكان. انتوا مش مضطرين تجيبوا الزيت ده خالص، لو حاسين ان الزيت ده غالي عليكم انا هقول لكم الماده الفعاله فيه او الزيت المكون الاساسي فيه، وانتوا تقدروا تجيبوه بسعر بسيط. اوكي، وتستخدموه عادي جدا. الزيت ده الزيت المكون الاساسي فيه هو زيت الروزماري او زيت اكليل الجبل. اوكي، في دراسات اثبتت ان الزيت بتاع الروزماري او زيت اكليل الجبل بيعمل نفس مفعول المينوكسيديل 2%. اوكي، فانتوا متخيلين قد ايه الزيت ده قوي. اوكي، فانتوا عادي حتى الزيت بتاع اكليل الجبل ده، بس هو فكرته ان هو من الزيوت الاساسيه او الاسينشال اويلز اللي بتكون تقيله شويه، مش تقيله كسمك، لا تقيله قويه، ما ينفعش نحطها على الشعر لوحدها. فهاتوا معايا زيت حامل تاني. اوكي، واعملوا بيها مساج لفروه الراس بتاعكم. اعملوا سيرش كده على جوجل، شوفوا ايه انواع الزيوت الحامله. اوكي، اختاروا النوع المناسب ليكم وحطوا عليه شويه قطرات من الزيت بتاع روزماري، او لو انتوا عندكم رو افريكان اوكي مش مضطرين تعملوا الخطوه دي، بس لو ما عندكمش رو افريكان حطوا عليه شويه الزيت الحامل ده، هاتوه حطوا عليه شويه زيت تاني من بتاع الروزماري او اكليل الجبل، واعملوا مساج لفروه الراس بتاعتكم. انا بعمل المساج او الطريقه دي مرتين في الاسبوع. اوكي، وباجي بقى عند الاطراف بتاعه الشعر، لان المينوكسيديل بينشف الشعر جدا. اوكي، لان هو في نسبه الكحول غصب عننا في اي نوع احنا بنستخدمه، في نسبه الكحول، فبالتالي بينشف الشعر جدا. بعمل ايه بقى عشان اتخلص من الهيشان او النشفان بتاع الشعر ده؟ بستخدم زيوت بترطب الشعر بتاعي، والموضوع ده كل واحد يقدر يكرره. يعني انا مثلا في زيوت تنفع معايا في موضوع ترطيب الشعر، انتوا ما تنفعش معاكم، فانا هقول لكم الزيت اللي نافع معايا. انا الزيت ده عرفته من بنات سعوديات كده، كنت عامله لايك لبيج كده فيها بنات سعوديات كده بيتكلموا عن الروتين العنايه والحاجات ده، فاتكلموا عن الزيت ده، فانا قررت اجربه. انا عايزه اقول لكم ان العلبه دي حرفيا هو كبير جدا، يعني العلبه فعلا كبير، مثلا العلبه الخمسه او السته ولا حاجه، من كتر ما انا حبيته حرفيا. هو المفروض ان هو زيت جوز هند. اوكي، معرفش عليه اضافات تانية ولا لا، بس هو زيت جوز هند وزيت تقيل كده تلاقيه في الشتاء ماسك مع نفسه. اوكي، بستخدمه، باخد منه بسيح منه شويه حاجه بسيطه وبحطه مع زيت بذور العنب بتاع رو افريكان.
مش لازم بتاع رو افريكان، اي زيت بذور العنب، مش لازم زيت بذور العنب اصلا، اي نوع زيت ينفع مع شعركم انتوا حاسين ان هو بيرطب شعركم. انا الاتنين دول حسيتهم معايا بيرطبوا شعري جدا، بيدوا لشعري لمعان، فاوريدي بخلطهم على بعض وبستخدمهم. بعمل ايه بقى؟ بحطهم بس على اطراف الشعر، اوكي، بس على الاطراف مش على الفروه، لان زيت النرجيل ده او زيت جوز الهند ده لو انا اوريدي حطيته على فروه الشعر بتاعي، حرفيا هصحى تاني يوم الصبح الاقي كل شعري وقع، لان هو الزيت تقيل قوي، اوكي. فاللي بيحصل كالاتي، وده اللي بيحصل مع الناس في موضوع الزيوت، اوكي، سواء بيحطوا كميه كبيره من الزيوت على فروه الراس بتاعتهم، فبتتراكم كل الزيوت دي مع الاوساخ مع التراب مع كل الحاجات دي، تقفل المسام وتقفل بصيله الشعر، فبالتالي الشعرايه تقع، تمام. فما ينفعش نعمل كده خالص. لما نيجي نختار او نحط زيت على فروه الراس، عارفين less is more، يعني كل ما حطيت قليل كل ما كان ده كفايه، كل ما كان فعال اكتر. مش لازم اجرأ فروه الراس بتاعتي عشان احس ان انا كده شغاله صح، لا خالص، بالعكس ده هيقفل المسام وهيوقع لي الشعر بتاعي زياده. انا بعمل الطريقه دي بتاعت حمام الزيوت مرتين في الاسبوع، بغسل شعري مرتين في الاسبوع، اوكي. بحط زي ما قلت لكم او زي ما اتفقنا روزماري على الفروه، وبعد كده برطب الشعر باي زيت مناسب ليا، وبعد كده بغسل شعري، اوكي. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده، غسيل الشعر. ازاي اغسل شعري من الزيوت عشان ما يحصلش تساقط؟ انا شخصيا بغسل شعري مرتين بالشامبو. يعني اول مره اوكي بغسل وبتاكد ان خلاص مثلا 90% من الشامبو نزل، سوري 90% من اي زيوت نزلت تماما، اوكي. بيبقى اكيد غصب عني لان انا عامله حمام زيت فيه شويه كمان زيت لسه في الفرو او لسه في المسام، فبعمل شامبو تاني وبغسل شعري كويس قوي عشان اتاكد ان مفيش اي زيوت في الفروه، لان صدقوني الشعر الصحي بيبتدي من فروه الراس. كل ما انتوا اتاكدتوا ان فروه الراس بتاعتكم نظيفه تماما، اوكي، كل ما ده هيخلي الشعريه بتاعتكم ما يعني تطول وفي نفس الوقت ما تتساقطش. نيجي بقى لانواع الشامبو. انا حرفيا بقالي مثلا 8 سنين، نفس التسع سنين من نفس الوقت اللي الدكتور قرر فيه يكتب لي مينوكسيديل، بستخدم شامبو طبي، اوكي. ما بستخدمش خالص اي شامبو كوميرشال او كده، لان المره الوحيده اللي استخدمت فيها شامبو عادي كده كان بتاع الفيف، حرفيا وقع لي شعري، اوكي. يعني من اول مره لقيت شعري عمال يتساقط وانا تحت الدش. بستخدم شامبو طبي ومش اي شامبو طبي، انا بختار الشامبو بتاعي لازم يكون فيه كافيين، اوكي. انا بستخدم الوكيتا، اوكي، لو مش باين عندكم برضو هسيب لكم الصوره بتاعته. وجربت كمان الشامبو بتاع سترونج فيل اللي فيه كافيين. انتوا مش لازم تجيبوا النوعين دول خالص، اي نوع بتاع شامبو طبي جربوه عادي جدا. بس ليه كافيين؟ ليه كافيين؟ لان الكافيين كمان في دراسات اثبتت ان هو بيساعد على ان المينوكسيديل يشتغل بشكل احسن، بلس ان هو بيساعد على تدفق الدم للدوره الدمويه، تدفق الدم، المهم بيساعد على تدفق الدم للفروه، اوكي، بيودي دم اكتر للفروه، فبالتالي بيقلل ان الشعر يتساقط. وبعدين الشامبوات الطبيه دي هتلاقي فيها حاجه اسمها سوبرميتو، فيها حاجه اسمها كافيين، شويه حاجات كده انتوا لو عملتوا حتى سيرش عليها على جوجل هتلاقوها مفيده جدا لموضوع تساقط الشعر. بعمل ايه بقى؟ بغسل شعري اول مره، اوكي، بالشامبو الطبي، تمام. بسيب الشامبو على شعري من 7 دقايق مثلا ل10 دقايق. ليه بقى؟ لان الشامبو فيه عباره عن مواد فعاله، هي بتحتاج وقت عشان تقدر انها تاثر في الفروه بتاعه الشعر. يعني مثلا هو مخصص للتساقط، ما ينفعش اغسل شعري اشطف شعري في نفس ذات اللحظه او كده، لا، دي مواد فعاله محتاجه انها تشتغل، اوكي. فبسيبها على شعري مثلا 10 دقايق وبعد كده اغسل شعري تماما، وبعد كده تاني ارجع اغسل شعري تاني بالشامبو. فبعمل ايه بقى؟ بخلط الاتنين مع بعض، لان ده بتاع سترونج فيل انا ما حبيتوش قد كده، حسيته خفيف لو انا استخدمته لوحده، خصوصا وانا عامله حمام زيت ببقى عايزه انضف الفروه الراس كويس قوي، فلوحده حسيت ان هو مش بينضف الفروه كويس، فبخلطه مع ده في تاني مره، اوكي، علشان اتاكد ان انا نضفت فروه الراس بتاعتي كويس من اي بواقي زيوت. سايد افكت من السايد افكتس بتاعت المينوكسيديل اللي محدش بيتكلم عنها، ان المينوكسيديل ممكن يعمل قشره في الشعر وممكن يعمل حكه في الشعر. فانا في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه اول مره كنت بستخدم حاجه كده انا مش فاكره اسمها دلوقتي، بس المفروض ان هي لحكه الشعر، بس برضو لسه ناس بتسالني. فانا استخدمت حاجه جديده اسمها كيرلا او كريلا، كريلا مش عارفه، هي المفروض ان هي قطره مخصصه للفطريات او للقشره او كل الحاجات دي، اوكي. او لو في حكه، بالذات لو في حكه حرفيا بستخدمها مره واحده. ساعات المينوكسيديل كده كل فتره يروح جاي عامل لي حكه في الشعر، بستخدمها مره واحده بتروح الحكه دي تماما. هي اسمها كريلا، اوكي. دي قطره كده بتستخدم للشعر كمان لو الناس عندها قشره وكده، لان للاسف المينوكسيديل بيعمل الموضوع ده، بلس كمان ان ساعات في ناس ممكن يحصل لها قشره
من الزيوت لو ما هي مركزتش انها تنظف فروه الراس كويس. فالكريلا دي حلوه جدا لموضوع القشره اللي بتحصل من القشره الدهنيه او القشره بتاعه المينوكسيديل. نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. احنا زي ما قلت لكم ان المينوكسيديل شويه غصب عننا بينشف الشعرايه، تمام؟ فانا ازاي احافظ ان شعري ما ينشفش او ما يهش مع المينوكسيديل؟ اول حاجه احنا قلنا هنعمل حمام زيت، تمام؟ جوه الدش بقى نفسه او تحت الميه ازاي كمان اعمل ان شعري ارطبه؟ استخدموا اي نوع ماسك، اوكي؟ انا نوع الماسك ده بتاع جارنيه، انا حبيته وكان مناسب جدا مع شعري. جارنيه بالبابايا، اوكي، ريحته حلوه جدا، مناسب مع شعري. بعمل ايه بقى؟ بحط الماسك على شعري بس مش بحطه على الفروه بتاعتي. بس خدوها قاعده، ولا البلسم ولا الماسك، اونلي الحاجه الوحيده اللي بتحط على الفروه هي الشامبو، غير كده لا. لان للاسف لو انا حطيت الماسك او البلسم على شعري ده هيعمل تراكمات او هيعمل حاجه اسمها بيلد اب على البصيله بتاعه الشعر، اوكي؟ مع الوقت هتتراكم والشعرايه هتقع. فانا بحطه بس على الاطراف، اوكي؟ وشعري مبلول بسيبه بتاع دقيقتين 3، وبعد كده بغسل شعري منه كويس قوي، وبعد كده بستخدم البلسم، اوكي؟ انا في فتره في حياتي ما كنتش بستخدم فيها البلسم، وحقيقي الفتره دي كانت وحشه جدا، وحسيت بقيمه البلسم بعد ما استخدمته لانه فعلا بيفرق في الشعريه جدا. انا دلوقتي رطبت، اوكي، بالماسك، اوكي، عايزه بقى احبس الترطيب ده جوه الشعرايه، فبحبسه بالبلسم بتاعي. يبقى انا كده حطيت ان كل المرطب جوه الشعرايه، فبالتالي اي هيشان او اي جفاف هيحصل من المينوكسيديل مش هيحصل نهائي. انا كده قلت لكم على الروتين الخارجي اللي انا بستخدمه مع المينوكسيديل، سواء زيوت طبيعيه او يعني حمامات زيت عشان تعيد انبات الشعر وتغذي الشعرايه، سواء ماسكات، سواء بلسم، سواء كل الحاجات دي، اوكي؟ باجي بقى للخطوه اللي بعد كده. انا مش عايزه شعري يعتمد اعتماد كلي على المينوكسيديل، اوكي؟ هو غصب عني هيعتمد على المينوكسيديل، لانه المينوكسيديل عباره عن ايه اللي بيحصل؟ بيساعد على تدفق الدم قوي للبصيلة، عبارة عن حنفية بتتفتح فجأة للشعر مليانة مغذيات، كل الدم رايح للشعر، فبالتالي عمال ينبت شعر جديد، اوكي؟ لو انا وقفت وقفلت الحنفية دي مفيش مغذيات فالشعر هيقع. فانا بعمل ايه؟ انا بستخدم مالتي فيتامين، اوكي؟ انا حد بيتمرن، اوكي؟ فجيت عليا فتره كنت بحس ان انا مرهقه على طول، تعبانه مش قادره عايزه انام، اوكي؟ فقلت خليني اجرب ان انا استخدم مالتي فيتامين وكده يساعد ان الطاقه بتاعتي تكون احسن. فجبت ليميتلس وومن، اوكي؟ في مالتي فيتامينز كتيره، او سوري، في فيتامينز كتيره، في زنك، في بيوتين، في حديد، في كالسيوم، في كميه كبيره من الفيتامينز، اوكي؟ وبنسب كمان كويس. انا لاحظت لما استخدمته وماشي عليه بقالي فتره كويسه ان التساقط بتاع شعري قل بنسبه كبيره، اوكي؟ حتى التساقط اليومي اللي هو المفروض من 100 او 150 شعره اوريدي ده كمان قل، ففضلت ماشيه عليه. يعني انا حد مش بس علشان انا مش جايباه مش بس عشان شعري، اوكي؟ انا بحب كده اصلا، يعني مش بس ان هو فكره ان انا استخدم فيتامينز لشعري بس، لا، انا بحب استخدم فيتامينز للجسم عامه. انا من الناس اللي بترشح انها تستخدم مالتي فيتامين، لان بحس ان جسمنا دلوقتي او اكلنا دلوقتي مش احسن حاجه، احنا شويه بنبوظ في اكل، مش كلنا بناكل خضار وفاكهه مظبوطين، فبحس ان احنا محتاجين ناخد كده علشان صحه شعرنا. فانا لاحظت فعلا ان انا لما فضلت فتره ماشيه عليه انه فرق فعلا مع شعري جدا، اوكي؟ مش لازم تجيبوا ليميتلس وومن، اوكي؟ لو انتوا حاسين ان هو غالي، هو ب 140 العلبه بتقعد شهر. مش لازم تجيبوا ليميتلس وومن، اي نوع تاني فيتامينز او مالتي فيتامين ارخص اغلى اللي يريحكم امشوا عليه، اوكي؟ انا جيت فتره استخدمت فيتامين مخصص للشعر كان هير تون، حبيته حلو كل حاجه، بس انا حسيت ان ده في حاجات اكتر هتفيد شعر، سوري، هتفيد جسمي اصلا حتى مع الرياضه وعشان طاقتي وكده، فحبيت ان انا امشي على ده اكتر من الهير تون. انتوا اللي يريحكم اعملوه، بس يعني يكون في فيتامينز راحه للشعر، لانه اكيد اوريدي احنا مش احسن حاجه في الاكل بتاعنا. نيجي بقى لاخر خطوه في الروتين بتاعي انا بتاع العنايه بتاعت شعري، والخطوه دي في ناس ممكن تتفق معايا فيها وفي ناس ممكن تختلف معايا فيها وما تحبهاش اصلا. ايه هي بقى الخطوه دي؟ الحنه. انا بحب اعمل حنه لشعري، اوكي؟ انا بعمل حنه لشعري مرتين في الشهر، اوكي؟ انا لاحظت ان بعد ما دخلت الحنه في الروتين بتاع شعري ان الشعرايه بقت اسمك، اوكي؟ شعري تقل اكتر، شعري طول اكتر، حسيت ان شعري مترطب اكتر، ده غير ان اللون اللي هي بتديه لشعري انا حبيته جدا. فان توتال انا بحب الحنه. في ناس ممكن تقول ان الحنه بتنشف لها شعرها، اوكي؟ انا الحنه في اول مرتين استخدمتها كده كنت حاسه انها نشفت لي شعري، وبعدين قلت لا مش هستخدمها تاني، اوكي؟ وبعدين رجعت تاني كده بطريقه معينه عملتها،
حسيت انه لا بجد مش باوفر، هي بتطري لي شعري زياده، بتخلي شعري فعلا طري جدا، فحبيتها جدا. انتوا لو عايزين الروتين او الفكره ازاي بعمل الحنه وكده قولوا لي تحت في الكومنتس، وانا هعمل لكم فيديو ازاي بعمل الحنه للشعر. بس زي ما قلت لكم ان توتال انا بحب الحنه جدا، ومش بس انا خليت مامتي واخواتي كمان، اتنين اخواتي يحبوها جدا، اقنعتهم وفعلا فرقت معاهم جدا. وكمان اختي الصغيره فعلا شعرها طول جدا من الحنه. على فكره اختي الصغيره اوريدي مش بتستخدم مينوكسيديل، انا بس اللي بستخدم مينوكسيديل، فشعرها طول وشعرها تقل كمان من الحنه. فعشان كده بقول لكم لو عايزين الطريقه قولوا لي، لان فعلا الحنه حلوه جدا للشعر. انا كده قلت لكم كل حاجه حرفيا انا بستخدمها في الروتين بتاعي مع المينوكسيديل، علشان اساعد ان شعري لو خلاص هاخد القرار ان انا هوقف المينوكسيديل. بس عايزه اقول لكم ان انا حتى لو وقفت المينوكسيديل عشان رضاعه او حمله او كل الحاجات دي هوقفه فتره وهرجع تاني، اوكي. لان انا جيت في فتره من الفترات بتاعت ال8 سنين دي وقفت المينوكسيديل فتره، طبعا شعري انهار فيها بس ما كنتش بعمل الروتين ده خالص، اوكي. شعري انهار وحسيت انه لا، انه بدا يكون في فراغات، فرجعت تاني استخدم المينوكسيديل والتزم عليه، وانا اوريدي وقفت بتاع 5 شهور بس ولا حاجه، اوكي. فانا بعمل كل الحاجات دي وهفضل مستمريه عليها، علشان زي ما قلت لكم ان انا اغذي شعري بجانب المينوكسيديل، فما اعتمدش عليه اعتماد كلي. خليني بقى اجاوب الاسئله بتاعتكم اللي انتوا سالتوها على المينوكسيديل. اول حاجه، هل ينفع استخدم المينوكسيديل للحواجب؟ بصوا، انا شخصيا ما استخدمتوش للحواجب، اوكي. انا هقول لكم على حاجه تانية بعدين انا استخدمتها للحواجب فرقت معايا. بس في ناس قبل كده شفتها بتستخدم المينوكسيديل للحواجب، اوكي، بس بتبقى واخده بالها قوي يعني على المنطقه دي، اوكي. فرقت معايا وتقلت لها حواجبها، بس طبعا نفس الفكره لازم الاستمرار عليه، لانه اكيد فجاه حواجبكم هتتقل وقفتوه فجاه حواجبكم هتقع، موضوع صعب شويه. تخيلوا تبقى ماشيين الناس النهارده شايفاكوا حواجب تقيله، بكره شايفاكوا حواجب خفيفه، لا فلا يعني حتى لو هتاخدوا الخطوه دي فلازم تستمروا عليها. السؤال اللي بعد كده، هل البيبي هير اللي بيطلع هيفضل كده ولا هيطول؟ طبيعي انه هيطول، لازم هيطول، هي دوره حياه الشعريه اصلا كده صغيره وبعدين تطول وبعدين تتساقط وبعدين تطلع تانية. بس الفكره ايه، انه انتوا اول ما بتستخدموه بيطلع كميه بيبي هير كتير، تمام. بعد فتره انه البيبي هير الكتير ده مش هيبقى موجود كده، لا هو عادي هيطول وهتبقى كله بطول الشعر والدنيا تبقى احسن، مش هيبقى نفس كميه البيبي هير اللي انتوا بتبقوا واخدين بالكم منها في الاول. طيب هل لاحظتي فرق في الطول بتاع الشعر مع المينوكسيديل؟ بصوا يا جماعه، المينوكسيديل هو حاجه بتودي تغذيه للشعر، اوكي، بتساعد ان تدفق الدم توديه للفروه وكده. فاوريدي الدم ده مش رايح بس عشان يتقل، مش عشان ينبت شعريه جديد، اكيد زي ما هو بينبت وبيتقل في نفس الوقت كمان هيطول، ففعلا بتلاحظ طول في الشعريه. بس انا بستخدمه بس على المنطقه دي، اوكي، مش بستخدمه على كل شعري ولا حاجه، انا بس بستخدمه على المنطقه دي. فاوريدي لاحظت طول في الشعريه في المنطقه دي، بس مش الطول اللي انتم متخيلينه، اوكي، لان كده كده الشعريه ليها دوره حياه بتيجي تتساقط بعدها عادي جدا. طيب ايه بقى النوع المينوكسيديل اللي انا استخدمته؟ انا لما جيت اخد قرار المينوكسيديل ما خدتوش من نفسي، اوكي، الدكتور هو اللي كتب لي المينوكسيديل وهو اللي كتب لي نوع معين، اوكي، وانا لغايه دلوقتي ماشي على نفس النوع ده. بس خليني اقول لكم ان النوع ده اوريدي اللي هو اسمه بيرفكتو ديل 5%، هو ارخص نوع اوريدي موجود في السوق، اعتقد هو ب 45 جنيه، اوكي. فانا لما جيت افكر لقيت انه فعلا لازم امشي على حاجه تكون رخيصه، لان انا هفضل ماشيه عليها مدى الحياه، مش هروح اجيب مثلا نوع غالي قوي وافضل ماشيه عليه مدى الحياه، لا. بالنسبه لي بيرفكتو ديل ده 5%، اوكي، مش اوكي اهو بيرفكتو ديل 5% كان مناسب معايا جدا، ولغايه دلوقتي مستمريه عليه. جيت فتره جربت الهير باك 5%، ما حبيتوش قد كده لان حسيت انه فيه نسبه الكحول اكتر ونشف لي شعري اكتر، فما حبيتوش. بس بالنسبه لي ده كان كويس خصوصا عشان سعره، وان هو بيقضي معايا كميه كويسه، وفي نفس الوقت ان هو مش بينشف لي شعري. اخر حاجه بقى، اوكي، ده سايد افكت للمينوكسيديل مش كل الناس اتكلمت عنه، اوكي، ومعرفش حصل مع كل الناس ولا لا، تمام. بس انا بالصدفه لقيت كذا حد اتكلم او فيديو كان طالع لي على التيك توك حد بيستخدم مينوكسيديل وحصل معاه نفس الموضوع ده، فعرفت ان هو من المينوكسيديل. ايه بقى هو السايد افكت ده؟ انه قد مع الاستخدام تلاقي ان المناطق اللي انت بترش عليها فيها شعر ابيض بيطلع، اوكي، او شعرها بتتحول شعر ابيض. انا خدت بالي ليه؟ لانه اوريدي المينوكسيديل زي ما قلت لكم الانواع اللي احنا بنستخدمها فيها الكحول، الكحول يعني شيب، يعني شعر ابيض غصب عننا، اوكي. فانا اقول لكم حاجه، لو انتوا حد مش عندكم صلع وراثي، اوكي، او الحاله مش اسوأ حاجه وعندكم بديل للمينوكسيديل تقدروا تعملوه سواء بلازما سواء اي حاجه تانية، تقدروا تجربوها في الاول قبل ما تاخدوا القرار بتاع المينوكسيديل. يبقى ما تستخدموش المينوكسيديل من الاول، جربوا اي حاجه تانية، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تلاقوا حاجات تانية. لكن لو انتم مضطرين والحاله اسوأ حاجه، اوكي،
ساعتها لا، امشوا على المينوكسيديل، اوكي. وساعتها هنضطر نستحمل السايد افكت بتاعته. انا زمان لما الدكتور كتبهولي انا كنت صغيره، يعني انا اوريدي كان عندي بتاع 18 سنه، مش فاكره كان عندي، كنت صغيره، اوكي. فانا ما ركزتش، ما كانش عندي حد يقول لي كل الحاجات دي عن المينوكسيديل، فخلاص دخلت في دوامه المينوكسيديل، ما ينفعش اطلع منها، ارجع منها، اوكي. بحاول على قد ما اقدر ان انا اقلل الكميه اللي انا بستخدمها، بس خلاص ما ينفعش ارجع. فعشان كده بقول لكم لو انتوا لسه على اول طريق وانتوا عرفتوا كل السايد افكت بتاعته اوكي، لو حاسين ان انتوا حالتكم لا مش مستدعيه مينوكسيديل قوي، يعني يبقى لا ما تاخدوش المينوكسيديل. طبعا انا مش دكتوره ومش بقول لكم كده، طبعا الدكتور اللي يحدد. بس انا قصدي ساعات في ناس بتبقى عندها رفاهيه انه شعرها مش عادي، الدنيا تمام، مش طالع وراسي اصلا تلاقيها بتستخدم المينوكسيديل. يا جماعه انتوا مش طالع وراسي اصلا، انتوا بتستخدموا المينوكسيديل ليه؟ لا ما تعملوش كده خالص. اوكي، اخر حاجه عشان نسيتها، انا بستخدمه قد ايه، او انا دلوقتي الجرعه اللي انا ماشيه عليها، انا ماشيه مره واحده بس في اليوم. بعمل ايه؟ بعمل 6 بخات بالظبط، بختين هنا، بختين هنا، بختين هنا. واحلى حاجه ان هو معاه الابليكيتور الرفيع ده، اوكي. فلما ببخ بيجي على المنطقه بالظبط، مش بينتشر، اوكي، عشان ما يجيش على الوش بتاعي. لان انتوا كمان سالتوا نعمل ايه في الشعر بتاع اللي طلع في الوش، اوكي. للاسف الموضوع دوت ملوش حل غير ان احنا هنعمل شيفنج، اوكي. ليه؟ انتوا هتاخدوا بالكم على قد ما تقدروا ان الشعر او ان البخاخ ما يجيش منه هنا اي رذاذ، اوكي. بس غصب عننا هو بيتحط على فروه الراس، اوكي، امتصاصه من فوق، تمام. فغصب عننا عشان امتصاصه هنا هيجي شويه، هيزود الشعر بتاع الوش شويه. فكل اللي انتوا تقدروا تعملوه او اللي انا بعمله، انا ببخ هنا بالابليكيتور ده من غير ما يجي اي رذاذ هنا، باخد بالي. وفي نفس الوقت ما بفضلش اعمل مساج، يعني مش بدلك فروه الراس بتاعتي عشان ما زودش امتصاصه قوي، اوكي. انا بصراحه بعمل كده. هل الطريقه دي صح هل غلط؟ انا ما اعرفش، بس انا بعمل كده علشان ما ازودش امتصاصه قوي في المنطقه دي، وبالتالي شعر الوش بتاعي ما يزيدش. بس كده. انا حاسه ان انا رغيت كتير، بس معلش اعذروني. انا حاولت اقول لكم كل حاجه حرفيا عن المينوكسيديل، لان انتوا حرفيا سالتوا اسئله كتيره قوي عنه، وفيت كل الاسئله اللي انتوا سالتوها. قلت لكم الروتين بتاعي مع شعري مع المينوكسيديل كمان. اهم حاجه بقى، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه كده عشان الاسره بتاعتنا الصغيره دي تكبر، اوكي، وتنتشر ان شاء الله باذن الله. وكمان قولوا لي تحت في الكومنتس عايزين فيديوهات ايه تاني، ولا عايزين الفيديو بتاع الحنه، طريقه الحنه للشعر وكده عشان تطقر الشعر. قولوا لي برده تحت في الكومنتس. بس اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.